الكارد يبقى واسع. هننزل برضو تحت كده 50 سنتي. المهم ايه لغاية في الاخر كده هننزلها ايه 50 سنتي كده 50. انا خدت من هنا لهنا 35، فهعمل ايه بالمسطرة، هاخد كده اروح منزلاه ده، منزلاه كده ايه بالكيرف كده اهو. اروح منزله الطول ده كده على طول. لغاية تحت كده ايه هناخد الخط. هاجي هنا هقص دوران الخلفي هنا كده، ده الخلفي. هاجي الامام عشان الكارد هيبقى مفتوح من قدام كده 7، هنزلها 7 كده، يبقى انا قصيت الامام 7، والظهر ده الخلف اللي هو كده خدتها على حسب المقاس اللي انا خدته. فانا هاجي هنا الخلف ده الامام اللي هي 7، هروح قصاها كده وهفتح من الامام بس، لكن الخلف هخليه مقفول زي ما هو، عشان ده هيبقى الامام اللي هو المفتوح. هنقول لكم في الاخر بعد ما نفتحه هنخيطه ازاي. هو خفيف وسهل وما فيهوش اي حاجه، يا دوبك بس هنفتح الامام ومن فوق الكتف ما فيهوش خياطه منه فيه، وفي نفس الوقت هنيجي هنا اهو بقى ايه انا كده خلاص خلصت زي ما هو كده. انت لو عايزه تحطي له دبابيس عشان ما يتحركش منك، هو كده ده كده قماش ستان وبيتحرك، عايزه تحطي له دبابيس تثبتيه ماشي. انا بص زي ما هو كده هلفه عشان اجي اقص بس الكمين، هلفه كده اروح واخده بقى الكم من هنا، ده بقى اروح واخداه كده ايه بدوران كده. انا بسيب المسافه دي اللي هي تحت الخياطه. كده الكاردي اتعمل ما فيهوش اي حاجه. حاجه في الكم بقى كل واحده ايه براحتها في الكم، اللي عايزه الكم يبقى سايب كده وتتنيه منه فيه تانية كده ماشي شغال. احنا الكم طبعا ما خيطناهوش زي ما هو كده على المقفول، عملنا بس حدة الحدة الخلفية تحت الرقبة، والحدة الأمامية عملناها 7، خدناها 7 كده وفتحنا اللي هو الأمام بس، يعني احنا فتحنا الجهة الأمامية، الخلفية دي زي ما هي مقفولة والكارد زي ما هو كده. اما باجي بقى أنا أقفله على المكنة، الكم كل واحد حسب ما هو عايز، انت عايزة الكم كده وتتنيه تانية كده وخلاص على كده ماشي، عايزة تعمليه كده وعايزه تحطي له مثلا ايه حته خارجيه كده من هنا زي باندا كده خارجيه هنقصها وتركبيها فيها تمام.
عايزه تكشكشيه وتعمليه برضو باستك كده شغال معاكي. كل واحد حسب ايه يعني ذوقه وحسب ما هو عايز في اللبس وكده. انا كده خلاص خلصت. هاجي بصوا اهو. انا هجيب الخياطه هروح مقفله دي، مقفله الجنب ده يطلع كده الجنب ده. لو لقيت الحته دي مشدوده معاكي وعايزه تريحيها شويه ممكن تخدشي ايه لجوه دوران شويه، وبعد ما تخيطي كده على المكنه لازم تفتحي بالمقص كده عشان ما يجي تقلبيه ما يشدش معاكي. هتعمليها اوفر خلاص يبقى ايه مش هيشد معاكي. انا برضو بعد ما اقفله هلبسهولكوا على المانيكان وهتشوفوه، بس انا دلوقتي مؤقتا هقفله بالدبابيس. هنجيب الدبابيس كده. ده بيتقفل على المكنه السنجر طبعا، وبعد ما يتقفل بيتعمل اوفر، تسرفليه تسرفلي الجناب. انا هعمله كده بالدبابيس، هنظبطه على المانيكان وهوريكم شكل. مفيهوش اي حاجه سهل، حتى يعني ولا هنخيط كمام ولا هنركب كمام ولا حاجه، الكمام منه فيه وسعر، وتلبسي بقى تحتيه اي بيزك اي حاجه يكون لون مناسب مع لون الكرد. ادي من ناحيه قفلناها، من الناحيه التانيه كده الكرد اهو بعد ما خلصناه ولبسناه المانيكان. هم اهو كده كده، وانا كده على كده مقفلاه بالدبابيس لسه ما قفلتوش على المكنه، بس لو اتقفل على المكنه برضه هيبقى ايه احسن من كده. هو بص كده اهو مجرد بس انا ايه عملت دبابيس من الجناب، انت بس هتخيطي الجناب وهتقفلي الحته دي، عايزاها بتقفليها بكنار كده من بره ماشي، وعايزه برضو الكم نفس الحكايه، عايزه تسيبيه زي ما هو كده وتنيات عاديه برضو ما فيهوش اي حاجه. في ثواني عملنا الكارديو، في ثواني يا دوبك بس خدنا اللي هو الجنب ده كده قفلناه، وهنا هو ما فيش اي خياطه ولا اي حاجه، واسهل من كده ما فيش. والطول بقى كل واحد حسب الطول اللي هو عايزه. ولو في اي تعليق اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات وانا اشرح لكم.